هذا الري يقدر ما يعجبش بزاف ديال الناس، ولكن هذه هي القناعه ديالي الشخصيه وغنقولها. كلنا بان لينا التفريغ الجماعي لواحد الحقد اللي كان مكبوت ضدنا، وهذا الشيء كيجيني ردة فعل اجتماعيه عاديه ضد التميز والنجاح ديالنا. كنهضر على التميز بالمقارنه مع الدول اللي كنشاركوا معاهم هذه القاره، ماشي التميز اللي خاص نكونوا عليه ديال بصح واللي قدامنا طريق طويله باش نوصلوا ليه. هذه ردة الفعل عندها واحد الاسم واعر، تول بوبي سيندروم، اللي نقدروا نترجموها بالدارجه المتلازمه باللعمان الطويله. سمات هكذا على الحقل ديال باللعمان اللي كيكون كامل في نفس الطول، والا وحده طلعات بزاف على الباقي فشنو كيدير ليها؟ كتقطع باش تحافظ على التناسق ديال الحقل اللي خاص يكون في طول معين باش ما يفوتوش. باللعمانات القصار يغضبوا ولا يجلسوا حيت هما قصار وفيهم الحسد، ولكن السؤال اللي خاص نجاوبوا عليه ايضا، اللي صالح من خاص يبقى الطول ديال هذا الحقل بحال هكا؟ الاخوان حنا شعب عاطفي وخاصنا نتعلموا بزاف من الاخطاء اللي كديرهم لنا هذه العاطفه الزايده على اللزوم. راه ما يمكنش على حدث واحد نتحولوا من شعب عنده قيم تاريخيه لشعب عنصري، بغينا ولا كرهنا. هذا الشيء ماشي انت مغربيت وما كيخدمش المصالح ديالنا. المستعمر القديم هي اكبر دوله عنصريه وربحت كاس العالم بالافارقه، والاقتصاد ديالها مبني على علاقتها بافريقيا. ماكرون كيتسابق معنا على الدول الافريقيه مع العلم انه كيطبع الفلوس ديال 15 دوله افريقيه. ما خاصش نخسروا الخدمه الدبلوماسيه ديال بلادنا اللي درتها هذه عقود في افريقيا جنوب الصحراء، ولا المصالح الاقتصاديه ديالنا تماك اللي كيتهافتوا عليها الدول الكبيره كامله ومنهم المغرب بالعمان اللي ولا طويل على الاخرين بفضل الحكمه والرزانه ديالو والعمق ديالو التاريخي. وتمغربيت ديالنا الحقيقيه ديالنا حنا كشعب اللي بعيده على خطاب الكراهيه والعنف. نتصرفوا بعقلانيه الاخوان، نتعلموا الدرس كيف ما تعلمنا في هذه السنوات الاخيره دروس قاصحه، كوفيد، الحوز، جينزي، ودابا هذا الاحساس بالعزله. ما تكونش الذاكره ديالنا قصيره وردود الافعال ديالنا ماشي تلتمك. نديروا خطوه من كثره العاطفه الخاويه ورغبه ارضاء اللي يسوى واللي ما يسواش للشعب يفكر بعقله وكيبغي الخير لولد بلادو وكيسبقوا على المغرب. التصرف المغربي الرسمي في نهايه كاس كان كلاس ورزين كيف ما في كاع الازمات اللي دازوا. الرساله وصلت انه ذاك الكاس غيزيدوه في راسهم، ما عندنا ما نديروا باصل مقدم المصالح الحقيقيه ديالنا والتطور ديال بلادنا. نعاود نقولها، تفريغ الغضب ديالنا على افارقه جنوب الصحراء ماشي في الصالح ديالنا. قال ليه شمتك، قال ليه عرفتك. نتصرفوا معاهم على هذا الاساس بالحكمه اللي عمرها ما كتمشي مع الغضب اللحظي. مع الاسف كاين سم اللي تزرع في هذا الكان واستغلال الغضب والعاطفه باش يفرقوا داك الشيء اللي كان باقي اصلا ما تفرقش. العنصريه الاخوان كتجي من الخوف ما كتجيش من القوه، والمغربي ما عمره ما كان كيبدل المبادئ ديالو مع اول صدمه. المغربي عمره عاش نزاعات عرقيه، وخطاب الكراهيه هو اكبر مؤشر حاسم اللي كيسبق اغلب النزاعات العرقيه الكبار بزمن قصير. الرد الحقيقي لهذا الشيء اللي وقع هو نحيدوا داك العاطفه والهستيريا الزايده ونبقاو واقفين بلا ما نوليو نسخه من دابا دوك اللي كيشمتوا واللي كيتبوردوا. الهزيمه كيف ما قلت عرات حب المقهور لسقوط البطل. البطل ماشي هو اللي كيتخلى على المبادئ ديالو باش يربح، البطل هو اللي كيربح بالمبادئ ديالو، كيخدم عقله باش يسلك راسو في هذا العالم الموسخ بلا حتى هو ما يتوسخ. وديما مغرب ربي يعاون.